استاذ اسلام، عرفت ان انت زي الدكتور عبد المنعم فؤاد مش استاذ اسلام، استاذ اسلام، استاذ اسلام، استاذ اسلام، استاذ اسلام، قلت انت لا تسمع يا استاذ اسلام. ما يصحش هذا الكلام، ما يصحش ما يصحش بعد ما يقول ما يصحش هذا الكلام، ما يصحش هذا الكلام. اعتذر عما فهمته من الفيديو او الملايين شايفينك. طيب بقول مسك حد. مفيش قناة واحدة قالت هاتوا لنا يا جماعة الكتاب ده ننشره. مفيش مؤسسة ثقافية واحدة، وزارة الثقافة اللي عندي في مصر هنا ما فكرتش تاخد كتب الأزهر دي وتنشرها بين الناس. واللي بره اللي هم الكفار اللي مش مسلمين بيقولوا احنا عايزين نحارب إرهاب. طب ورونا نعمل ايه؟ وانت بتكفرهم ليه؟ ماشي. أصحاب الديانات الأخرى. أصحاب الكفر ده مصطلح بمعنى الإنكار. أنا كافر عند غيري وغيري كافر عندي، مش معناه إن ده منافق. يعني إيه؟ يعني أنا كافر عند المسيح والمسيحي كافر عندي. مين اللي قالك يا دكتور؟ ده القرآن اللي بيقول كده يا فندم. أنا كافر، حضرتك مؤمن بالصليب؟ سؤال، مؤمن بالصليب ولا كافر بيه؟ كافر بالصليب. أنا كافر بالصليب وهو كافر بمحمد. بسألك بوضوح يعني نيافة الأنبا، ألا تعتقد أني كافر ليس لي خلاص بسبب أنني لا أؤمن بألوهية المسيح؟ بوضوح مش غلط. طبعا الله بالضبط. وإلا هذا الذي أريد أن نصل إليه. نعم. ولو لم تقل ذلك لما صرت مش مسيحي. بالضبط. طبعا. ولو أنا اعتقدت أنه لا ما فيش مشكلة، ولو قبلت من يقول بأن التثليث معناه توحيد لم أعد مسلما. بالضبط. نيجي لثلاثة بقى. الاغتصاب صحيح في النساء، وان الائمه الاربعه والجمهور يا استاذنا الكريم او الاجماع ان انا اخد الواحده واغتصبها زي ما الاستاذ اسلام قال قبل الفاصل، اخد الطفله واغتصبها زي ما هو قال ان الاسلام وان الائمه الاربعه بيقولوا اغتصاب الاطفال، وناخد بنت عندها 7 سنين اخدها في البيت انام معاها انا كده بغتصب. فانا قلت له الكلام ده مشروط باطاقه المراه للنكاح والجماع والاطاقه النفسيه، والكلام ده بيختلف عن زمن دون زمن. راح قال لي ايه؟ قال لي ده رايك انت ومش موجود، والائمه بتوعك بيقولوا غير كده. تعال نرجع للائمه. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: أما وقت زفاف الصغيرة المتزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. إذن في فرق بين عملية العقد والتزويج وبين الاغتصاب اللي بيقوله الأستاذ الإسلام بحيري إنه مش موجود، وإن فقهاءنا اللي أجمعوا على جواز الزواج قالوا بس بشرط ما يستلمهاش ولا يدخل بها إلا ما تكون تطيق عرفا، عندها القدرة النفسية والجسدية على طاقة النكاح. عايز أقول لك حاجة بس يا أستاذة رشا، أن الشيخ عبد الله رشدي أنا نزل على صفحتي النهاردة الحقيقة صورة بيفخر بيها ومتصور مع الشيخ مع حازم أبو اسماعيل. وأتمنى يعني أنه يفسر لنا هل رأيه في زواج بنت ال6 سنوات هو رأي تعلمه من أستاذه حازم أبو اسماعيل أم تعلمه من الأزهر؟ طيب ناخد إجابة على هذا السؤال. ممكن ممكن بقى لا أجاوب بس لا أقاطع. طب بس ممكن لا معلش أنا طرح أكتر من سؤال. طب اتفضل. فالعدل يقتضي يعني عفوا العدل يقتضي أن أنا أرد. أنتهي من آخر حاجة. الزواج في الإسلام ملوش سن محدد، الضابط بتاعه في الإسلام لا ضرر ولا ضرار. يعني إيه؟ يعني الأمر الذي لا يسبب للمرأة حسب قول الطب ضرر لا نفسي ولا جسدي، ده ممكن نعمله سن زواج. ده بيختلف من مجتمع لمجتمع، من سن لسن، من عصر لعصر، من عادات إلى عادات. كان زمان عندنا في العصور الوسطى كان الزواج بيتم في سن 12 و13 سنة. يمكن احنا عندنا هدى شعراوي اتجوزت وهي عندها 13 سنة. ان اللي الناس ما تعرفوش لما نقرأ مذكراتها نلاقي الكلام ده. ليه؟ 13 سنة دلوقتي طفلة، ما ينفعش حد يتجوزها. ليه؟ العصر بيتغير. كويس. فلما اجي انا اقول دلوقتي يعني انت ترى ان طفل بس كلامي بعد اذن حضرتك لو سمحتي. خلص كلامي. اتفضل. مفيش عاقل في الدنيا يا فندم يقول في طفلة تتجوز عندها 6 سنين. ده كذب. ولا انا قلت الكلام ده ولا نطقت بيه ولا تفوهت بيه، واللي بيقوله الاستاذ خالد ده كلام فارغ انا ما قلتهوش. تعال نرجع للائمه. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: اما وقت زفاف الصغيره المتزوجه والدخول بها فان اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيره عمل به، الى ان قال: وقال مالك وابو حنيفه وقال مالك والشافعي وابو حنيفه حد ذلك ان تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. إذن في فرق بين عملية العقد والتزويج وبين الاغتصاب اللي بيقوله الأستاذ الإسلام بحيري إنه مش موجود، وإن فقهاءنا اللي أجمعوا على جواز الزواج قالوا بس بشرط
ما يستلمهاش ولا يدخل بها الا ما تكون تطيق عرفا، عندها القدره النفسيه والجسديه على طاقه النكاح. ما هي حكايه ان حضرتك كفرت الاخوه الاقباط؟ ما انا جاي في الكلام. انا جاي في الكلام. التكفير ده يا فندم معناها اولا الدكتور خالد او الاستاذ خالد بيقول كلام غريب جدا، انا ما اعرفش ايه مختار الصحاح ده. قبل ما نتكلم نفهم، بلاش نتكلم كلام غلط اسمه مختار الصحاح مش الصحاح. لا 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 لا، ما انا باجي اتكلم في اللغه العربيه وبكلم واحد ازهري وواحد فاهم متخصص، اتكلم في التخصص عدل ما الفش بقى. ما فيش يا فندم حاجه اسمها الكفر اسمه احتقار، ده دجل، ده كذب. الكفر لا يعني الاحتقار، الكفر في اللغه العربيه يعني الانكار. ربنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل ربنا بيحتقرنا؟ طب هو الدكتور خالد بيسأل سؤال طب يا فندم انت بتعطيني كل شويه ونحن نرى دماء أريقت بهذه الصورة الوحشية، يليق أن نفتح مثل هذا انا جاي والله العظيم جاي انا لا انسى على فكره. اتفضل. فربنا قال سبحانه وتعالى في القرآن ولقد كرمنا بني آدم. كرمهم ايه بقى؟ كلهم، مسلمهم ومسيحيهم وهنديهم وكل حاجة. فلما اجي انا اقول ان كلمة كافر تعني احتقار انا اكذب القرآن، لان ربنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. معنى كده ان ربنا خلقني محقر، وده جهل. هو اللي بيقول الثقافة العامة برضه. لا يا فندم انا بقى اصحح الثقافة العامة. انا ماليش دعوة بالثقافة العامة، انا شغلتي اصحح الثقافة العامة ومش هطلع اركب الناس غلط على غلط. فدي القضية المهمة جدا. موضوع بقى الدماء والكلام ده كله، مفيش عاقل في الدنيا يستطيع ان يقول ابدا ان عندي في الاسلام، وده دجل ثالث، انا ما عنديش في الاسلام ارتباط بين الكفر وبين القتل. ده دجل، ده ضحك على الناس. دي ناس بتعمل كده عايزه تفهمهم ان دين الاسلام بيقول لك انت كافر اذا تقتل. خلي بالك بعد 20 سنه لما عبد الله رشدي بقى يموت ولا يروح في اي حته والاجيال تتغير. ده اللي داعش بتقوله ما انا لا غلط. لا 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 اللي احنا مش المفروض كده بنواجههم يا فندم، مش كده. سيبونا نوضح الفكره، الله يسترك، دي عقيده مش كده يا فندم. المراد انا عندي عندي القرآن فيه نصوص لا حصر لها يا رشا هانم، الكافرين والكفار و فلما انا ازرع في عقول الناس من دلوقتي ان كافر يعني يقتل، يبقى انا هاجي قدام الناس هتكفر بالقرآن. لكن القرآن ما قاليش كافر يعني يقتل، القرآن قال لي كافر يعني حرية عقيدة، يعني قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيعمل ايه؟ فليكفر. ايوه، ما قاليش اقتلوا بقى، انما اللي يقتل مين؟ قال لي وقاتلوا في سبيل الله الذين مين يقاتلونكم، وراح قايل بعديها على طول ولا تعتدوا. يبقى القرآن وجه القتال في القرآن لحاجتين بشرطين، أول حاجة الذين يقاتلونكم، تاني حاجة ولا تعتدوا. فلما يجي أي إنسان في الدنيا يقول لي إن نصوص القرآن الكريم اللي فيها كلمة كافر مرتبطة بالقتل، أقول له عذرا أنت جاهل، ما أنتش فاهم، مش ذنبي. أوضح حتة كمان للناس تعرفها. البشرية 5 أصناف يا فندم في الإسلام. 5 إيه؟ أصناف. مسلم، ذمي، معاهد أو معاهد، مستأمن، حربي. أربع أقسام من دول. المسلم حرم الله سبحانه وتعالى دمه، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. يبقى ده دمه حرام، خلصنا منه. فاضل تاني الذمي اللي هو المواطن دلوقتي اللي قال عليه الإمام الأكبر. يعني إيه ذمي؟ يعني له ذمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني. ليه ذمي؟ الله يفتح عليك. ليه؟ لأن له ذمة الله. يعني له ذمة الله يعني له حماية من الله. حاضر، آخر حاجة بسرعة. المعاهد اللي بينه وبينه عهد لا أستطيع أن أنا أقرب منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الصنف الرابع المستأمن، إنسان بينه وبينه حرب دائرة، وراح وزير الدفاع بتاع البلد دي طلب يدخل عند مصر لأي حاجة، أخذ تأشيرة على الباسبورت، دخل بقى اسمه مستأمن مع أنه بيحاربني. هل يجوز أن أقتله؟ لا، الشرع بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الصنف الأخير الحربي، ده الذي يتوجه القتل له في القرآن. يبقى لما أطلع أقول للناس القرآن بيقول ونصوص التكفير في القرآن لقتل كل من كفر بالإسلام، أنا دجال.